اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله. السلام عليكم أخواتي. في الفيديو تاع اليوم جبت لكم كما عودتكم هذه الأيامات ندير أطباق تقليدية تاع ناس الوسط والبليدة تحديدا، الفطاير، وكما يقولوا لهم في الغرب الرقاق، وكان اللي يعيط لهم الرفيس، وفي الوطن العربي يعيط لهم التاريد. نمر مباشرة للكيفية والمقادير. عندي زوج عبارات مقبين تاع الفرينة عبر دقيق رطب، ما عنديش الرطب درت المتوسط، ما عنديش إشكال، والملح حسب الرغبة والذوق، ولميت بالماء من الحنفية عادي، ما هو سخون ما والو، ما هو دافي، من الحنفية، وغطيتهم مدة ساعة. العجينة لميتها طرية، ما لميتهاش يابسة باش تجيني سهلة في الدليك. بعد ساعة عاودت رجعت العجينة تاعي ودلكتها بهذه الطريقة، وبين الحين والآخر كنت نزيد نديرلو كمية صغيرة تاع الماء من الحنفية، ماشي دافي، ماشي شرط. دلكتها بهذه الطريقة، ومنين ذاك ندير لها دبزة باش تساعدني باش تنحل العجينة، وندلكها حتى وصلت للقوام المطلوب. هذه هي عجينتي، وصلت للقوام اللي يساعدني في الخبيز. مباشرة قسمتها قريصات قد حبة البيض، قريصات غير قد حبة البيض، هكذا، وخليتهم يرتاحوا في سنيوة مدهونة، دهنتها بالزيت وحطيتهم في سنيوة، ودهنتهم هما ثاني من الفوق باش ما يديروليش هذيك القشرة، وغطيتهم بكيس بلاستيكي وخليتهم يرتاحوا مدة ساعة. كي ارتاحوا مدة ساعة حطيت الطاجين فوق النار. أنا عندي المري، كاين اللي عنده الطاجين كل وحدة، وكاين اللي عندها الطاوة كل وحدة وش عندها، وبديت نخبز بهذا الشكل. درت شوية زيت في مكان العمل وبديت نحل بهذا الشكل، وبديت نطيب هكذا ورقة فوق ورقة نطيبهم. وكاين اللي حبوا يطيبوهم بالورقة ثاني كيفية ناجحة ومليحة. أنا هكذا نسهل أحسن ونكمل بالخف، ونقلب هكذا بهذا الشكل، وندهن بين الورقات الشي باين. كملت كل الكمية تاع العجين، جاوني بزاف شابين ورقاق وما تعبونيش، العجينة ما عذبتنيش. قطعتهم بهذا الشكل، خذيت مجموعة نتاع الورقات وروليتهم وقطعتهم بهذا الشكل. يجي بزاف شباب بهذا الشكل، وتدخل المرقة في وسطهم كي تمرقيهم بسهولة. وحليتهم هكذا كيما راهي تبان في الصورة، جاوني بزاف شابين ويشهيو. من جهة أخرى بديت نحضر في المرقة. في طنجرة حطيت طريفات تاع الدجاج، 2 حبات بصل مقطعين رقاق، الزيت، كمية تاع الزيت، الزنجبيل والقرفة وفلفل الكحل وراس الحانوت والملح والدرسة الحارة والدرسة العكري، وملعقة كبيرة تاع الطماطم، ومرقت. هذه الكيفية ما تحتاجش للتقلية. كي قرب الدجاج يطيب قطعت حبيبات لفت كنت نقيتهم، وحبيبات قرعة، والبطاطا حبيبات قلال غير باش تلبي لي المريقة. والحميصة، الحميصة أنا دايما عندي في المجمد طايبة جاهزة غير باش تتشرب لي في البنة تاع المرقة، خليتها حتى كملت الطياب. الفطاير تاوعي هذوك اللي قطعتهم درتهم يفوروا تفويره غير صغيره ماشي بزاف، خاطر غير تفوريهم يبانوا لك اللي يطراو هما بروحهم طرايه، غير باش يجيو خفاف على المعده ويجيو بنان. نحيتهم من الكسكاس وبديت نسقي. سقيت الطبقه الاولى باش تدخل فيها المرقه، وزدت الطبقه الثانيه تاع الفطاير باش يتشرب مليح بالمرقه، وبديت نسقي بهذا الشكل. فطايرنا وجدوا جو بزاف بنان وبزاف يشهيو،
والأخوات نقول لهم سمحوا لي شهيتكم في الجنة. والبنات بنياتي وخواتاتي اللي ما يعرفوش نتمنى إن شاء الله يستفادوا من عندي. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. قدمناها بهذا الشكل، شهية طيبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.